يا فوق. حشيش، الله يخرب بيوتكم. انا ماليش دعوه حضرة الضابط، انا اصلي شاورت لهم في الطريق عشان اركب معاهم وعربيتي كانت عطلانه يعني. انت بالذات ما بدي اسمع صوتك. انا بره الموضوع خالص، انا تبع ابو حسين. يا ريت حد يكلم ابو حسين يجي يشوف لنا حل في المصيبه اللي احنا فيها. راس ولا كلمه، شو قدامي؟ يلا. انا دبلوماسي سابق، انا راجل محترم. لكن شي قدامي. شي قدامي، يلا يلا لجوا. يا سيدي والله مالي علاقة، أنا شو دخلني؟ أنا شوفير سيارة دفن الموتى، إن شاء الله كل تابوت بحطوا لي إياه بالسيارة، بدي أقعد بحبش فيه. ونحن كمان يا سيدي ما لنا علاقة باللي موجود بالتابوت، الله وكيلك كنا طالعين على الطريق ومعنا جثة المرحوم الله يرحمه، أبصر شو عملوا يمكن بدلوها يا سيدي. مزبوط سيدي، كلام اخي مزبوط سيدي. هذا الزلمه تسلط علينا بنص الطريق، قال طالعوني معكم، والله قرعه ابوه منين ما بنعرفها. طالعنا يا سيدي قلبنا طيب، طالعنا واخذوا ابي سيدي وحطوا بالتابوت حشيش حشيش. انتوا هتلبسوها لنا؟ لا، ده انا اوديكم في داهيه كلكم. انا عايز ابو حسين حضرة الضابط، انا دبلوماسي سابق. حضرتك وين كنت تشتغل دبلوماسي؟ نعم، سمعت السؤال. في تل ابيب. بإسرائيل؟ يا أهلين، بشرف ولايتك مش هتعدي على خير. إجا الوقت اللي رح تدفع فيه ثمن العمالة والخيانة. يا حضرة الضابط أنا مالي خبر ها؟ علي الحلال لو بعرف إنه هو عميل لإسرائيل ما خليته يحط رجله بالسيارة. أخ يا عديم الوطنية يا خاين يا عيب الشوم. حضرة الضابط الشغلة مو حشيش وحشيش، القصة أكبر بكتير، هي جاسوسية، هي اختراق للأمة العربية عن طريق هيك شكلات يا سيدي. اللي تشوف كيف كنت عم تتجول بالطرقات؟ مين اللي ساعدك؟ لك شو يا سيدي مين اللي ساعده؟ سيدي هذا الزلمه بيساعد بلد بحالها سيدي، هذا زلمه خطير جدا جدا سيدي، عميل كبير سيدي، مخترق هالامه كلها يا سيدي، عنده شبكه كبيره اكبر ما بتتصور بكتير يا سيدي، ديروا بالكم منه سيدي، ديروا بالكم. عملتوها قناه الجزيره بتوع الحشيش. انا عايز اكلم ابو حسين فورا فورا. وانت بس لما تقول كلمه عدله يا اخي، احنا مش لسه كنا زي السمنه على العسل؟ اسمع يا عميل يا خاين ها، بعمري بحياتي ما عاد حط وشي بوشك ولا لساني خاطب لسانك، ولولا تكون ايدي هيك مكلبشه ولا كنت شلختك تشليخ. 500 أسرة عربية ستحتفل غدا بعيدين، عيد الفطر المبارك وعيد آخر هو عودة المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالسجون الإسرائيلية بعد أن قام حزب الله بأسر 8 جنود إسرائيليين تسللوا عبر الحدود اللبنانية، وستتم عملية الاستبدال في صباح الغد. هن والله يا سيدي، هن وهذا الرجال واقف قدام منا. لك هن مين؟ هن الأسرى الإسرائيليين اللي كبشوا حزب الله، أكيد هربوا. الله ينور عليك يا بسام. سلموني لابو حسين. انا خاين وعميل وابن كلب، بس الحشيش ده برضه مش بتاعي. شي غريب، الفجر عم بشقشق وما في اي خبر عن نجي بيك. ليكون اللي ركب معاهم عملوا فيه حاجه ابو عبد الله. انت مش قلت ان الطريق امان؟ ما في طريق بالدنيا فيها امان يا ابراهيم، خصوصا على الحدود. اذا كانت بلادنا نفسها ما فيها امان، كيف بالاحرى على الحدود؟ بس هم يعملوا فيه ايه؟ على ما يعرفوش ان احنا معانا فلوس. يا نهار اسود، ليكونوا خطفونا وين يطلبوا فيدي عشان يفرجوا عنه. عشان يعملوا هيك لازم يعرفوا انه معكم مصاري. انا باكد لك انه ما حدا معه خبر بهالمعلومه يا خزاهر. جايز تكون العربية عطلت على السكة زي أي عربية بتعطل، ما هي لما بتنحس بتنحس.
تخافوش يا شباب، انا عرفت وين ناجي بك عطله. صار في سوء تفاهم وان شاء الله بينحل قريبا. طب ايه اللي اخره يا ابو حسين؟ هو في حاجه؟ الناس يلي راكب معهم طلعوا تجار مخدرات، معهم 100 كيلو حشيشه. 100 كيلو حشيش. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. حشيش ومخدرات في رمضان؟ ده رمضان لسه ما خلصش. هي الناس دي ايه؟ ما فيش في قلوبهم ذره ايمان واحده. الله جرى يا شيخ حسن، ما تحبكهاش كده كل سنه وانت طيب. وبعدين ناجي باشا ده لا مؤاخذه راجل مرسى بيقول لك حشيش، يعني بيتكعبل في الخير كده لا مؤاخذه طول ما هو ماشي. انا رايح على المركز، انتوا صلحوا العجلات والحقونا. خليك معهم يا ابو عبد الله. أنا آسف إني أنا جبتك. اللي ما بيعرفك بيشهد. كان لازم أبو حسين يوضح لي الصورة. أرجوك ما تواخذني. انت راجل بتأدي واجبك يا حضرة الضابط. بالعكس انا سعيد بمعرفتك واسف اني ازعجتك. طيب بس مشان تثبت لي إنك منك زعلان مني لازم تشرب معي كاسة شاي وتاكل كعك العيد. كل سنة وأنت طيب. وانت طيب. بس ها شو ايه؟ شو مش ها؟ طلعونا لبرا وهذا الرجال اللي اجوا واخذوا لناجي عطله. لك شبك ناصير شبك. هلا بكون عم ياكل بدل مرتب معلق من رجليه ويا شهده ويا سعده وهون بيوجعك وهون ما بيوجعك وعلى اخ وعلى اخ وعلى اخ. ايه سيدي يمنا منه شو بدنا فيه. هلا نحن شو مشاننا؟ يعني شو راح يساوي فينا؟ سلمان الدولة ممكن تسامح بكل شيء إلا الخيانة العظمى. وهذا الصهيوني اللعين صيد سمين. ولا تنسوا إنه نحن اللي أسرناه. يعني الجماعة مو بس يمكن يسامحونا، يمكن يعملوا لنا مكافأة مرتبة. يعطيك العافية معلم. اهلا. لمين هذا الشاي نفوته؟ لحضرة الضابط والإمام. قصدك هذا الزلمة اللي دخل عنده هلا. طيب هاي الكاسة الثالثة لمين؟ ما بعرف، هني طلبوا 3 وأنا حفظت لهم 3. شو هالحكي هذا؟ معقولة طلب كاسين شاي هذا الزلمة اجى لعنده؟ أو بجوز طلب كاسة شاي كبيرة، قام جابوا له 2 صغار.